السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى من الله ان كلكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غنصايبوا مع بعضياتنا هاد الفطيرة اللي بحشوة رائعة وعجينة جد 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 رائعة، والفطيرة ما شاء الله عائلية وبكمية بسيطة ومقادير متوفرة في البيت. والأهم من الأهم أن هذه العجينة ممكن تستعمل في عدة استعمالات. إذا بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير والطريقة إن شاء الله. إذا كما كتشوفوا عندنا 2 كيسان ديال الحليب اللي يكونوا دافيين، نص كاس ديال الزيت النباتية، معلقة ونص ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، شوية ديال الملحة وبياض بيضة، والصفر غنحتفظوا به باش ندهنوا به العجينه. كناخذوا واحد البانيو كنديروا فيه داك الحليب، كنضيفوا ليه السكر ونضيفوا ليه ديك الخميره حبيبات، ونحاولوا نحركوا مزيان باش يتفاعلوا لنا مع بعضياتهم. نحركوا مزيان ومن بعد غادي نضيفوا داك الزيت نصف كاس، ما كاملش، غير نصف كاس ولكن ما كاملش، ونحركوا مزيان ونضيفوا داك بياض البيض ونحاولوا عاوتاني نحركوا مزيان. ومن بعد غنضيفوا الدقيق كيما كتشوفوا، غنضيفوا كميه من الدقيق الاولى ونضيفوا ديك المليحه اللي درنا. المليحه تكون شويه بالزيت لان الفطيره مالحه صافي، ونحاولوا نحركوا بداك الطراب اليدوي شويه حتى تتماسك لنا العجين. ومن بعد نحيدوا الطراب اليدوي وغنستعملوا يدينا. هاد العجينه كما قلت لكم ممكن تستعملوها للبيتزا، ممكن تستعملوها الفطائر بشتى انواعها، همبرجر، اي نوع ممكن تستعملوا له هاد الفطائر. وفي نفس الوقت ممكن تستعمل هاد العجينه حتى الحوايج اللي حلوين، تعمروها بالشوكولا، تعمروها بكريم باتيسير، اي نوع. يعني المهم هاد العجينه هذه تولي معتمده عندكم في جميع المعجنات. صافي غنبدا كنجمع فيها في يدي وهي راه كتبقى كتلصق، ما غندلكوها ما حتى شي حاجه، فقط غير غنجمعوها ونحطوها وهي كتلصق لنا في اليدين ديالنا، ولكن معليش لان فيها السكر. صافي غنغطيها بالسلوفان ونغطيها بالنيدل ونخليها. غناخذ مقله نقطع فيها بصله واحده، وغنقطع ناخذ الفلفله اللي عندي في المجمد، انا خديتها قبل رمضان بثمن رخيص وقطعتها ودرتها في المجمد حتى في الطبيعه. الا ما كانتش عندكم ممكن ما ديروهاش، وممكن ديروا الفلفله خضراء وممكن تستغناو عليها، ماشي ضروريه. صافي غنديرها في المقيله مع شويه زيت نباتيه وغنخليها كتشحر مزيان حتى تهبط لينا. عاد نضيف لها واحد الجزره محكوكه، واحد الكورجيت اولا قرعه خضراء محكوكه، ونحركهم ونخليهم كيتشحروا حتى يتبالوا لنا مزيان. من بعد ما يدبالوا كما كتشوفوا غنضيفوا لهم التوابل اللي هي عباره عن معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال الكمون والهريسه والثوم بودره. الا ما كانش عندكم ثوم بودره ممكن ديروا الثوم عادي، يعني ربيز ديال الثومه. هنا عندي الاعشاب المنسمه كنضيفها، الا ما كانتش هي عندكم ممكن تضيفوا الزعتر، والا ما كانش الزعتر ممكن تستغناو عليه ماشي مشكل. المهم ديك التوابل هي الاساس. صافي كنحركوا، ولكن حتى التوابل المناسبه صراحه كتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف لهاد الحشوه. صافي كنضيفوا الكفته. بالنسبه للكفته اي كفته عندكم، كفته الدجاج، كفته اللاذان، كفته اللحم، كفته المهم اي نوع ديال الكفته ماشي ضروري. لما كانتش الكفته راه ممكن تضيفوا حتى الطون، لكم الاختيار. صافي كنحركوها حتى كتنشف مزيان، خصها ما تبقى فيها حتى قطره ديال الماء، ومن بعد نطفيوها ونخليوها كتبرد. هنا في هذا الاثناء كناخذوا العجينه ديالنا كنرشوا سطح العمل بالدقيق، والعجينه كنقسموها على 2. راها ما شاء الله هاد الفطيره راه كنديروا ديك اللاطه الكبيره ديال الفران، راها كتجي كبيره. الا بغيتو تنقصوا منها راه ممكن تنقصوا. هذه راها عائليه، حنا راه فطرنا منها وشاطوا لنا 3 ديال الطروفه ما شاء الله وبقاو. المهم غنحاول انني نكور ديك العجينه، واخا راها كتلصق ما تخافوش منها، بالعكس كتجي رطبه 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 واسفنجيه وكتذوب في الفم هاد العجين. صافي وغنحاول نطلقها بالدلاك. بالنسبه للقوام، بالنسبه للسمك ديالها كنطلقوها بالدلاك وكتجي رقيقه. لان علاش؟ لان غادي تنفخ فيها الخميره. مهم حاولوا انكم ترقوها مزيان. كما كتشوفوا كنستعملوا فقط الدقيق، كنستعملوا لا زيت لا حتى شي حاجه. صافي كما كتشوفوا كناخذوا الطاوه ديال الفران. هانتوما كما شفتوا لاطه الفران راها كبيره بزاف، كنهزوها بالدلاك ولا بيديكم باش ما بغيتو، كنزلوها فوق اللاطه باش نقطعوها على حساب الدائره ديال اللاطه. هانتوما شفتوا. وعاد ناخذ دوك الجناب، ناخذ السكين اولا هذاك ديك القطعه ديال البيتزا ونحيد ليها هذوك الزوائد اللي طالعين. هانتوما كما غادي تشوفوا
انا كنحاول نوضح لكم. صافي وكنحيدو دوك الزوائد، وديك العجينه راني ما غاديش نضيعها، اللي غادي تشاد غادي نصايبها حاجه اخرى. صافي هكا كما كتشوفوا مزيان. صافي من بعد غناخذ ديك الحشوه وغنحاول انني نوزعها على العجينه كامله. كنأكد عليكم الحشوه تكون بردات. صافي كنحاول انني نوزعها على الحشوه كامله وعلى الاطراف، ونخلي واحد شويه الجنب، ما نوصلوش الحشوه حتى نلصقوها مع اللاطه، لا نخلي واحد شويه الجناب خاويين باش تما في غادي نلصقوا العجين اللي غادي يدار من الفوق. ها نتوما كما كتشوفوا. صافي وكناخذوا فرماج، انا خديت فرماج حمر حكيته في الحكاكه. ممكن ديروا الموتزاريلا، ممكن ديروا الفرماج شرائح، لكم الاختيار، او ممكن تستغناو عليه كاع في مره ما ديروهش، ولكن الفرماج كيعطي واحد التعليكه زوينه لهاد الحشوه. كنحاول نوزع هاد الفرماج كامل على هاد الحشوه كما كتشوفوا. صافي وكنزلها على جنب، وكناخذ عاوتاني العجينه الاخرى كما غادي تشوفوا. غنطلقها بنفس الطريقه، غنطلقوها حتى هي ونرقوها مزيان، ضروري ترقاق لانها كما قلت لكم فيها الخميره. صافي وكنزلوها فوق هذيك الحشو، فوق هذيك الخبيزه اللي لتحت، وغنحاولوا عاوتاني نقطعوا بنفس الطريقه. غنقطعوا بداك القطعه اولا بالموس. صافي وغنسولوا هذوك الزوائد اللي غتشوفوا. بالنسبه لهذيك العجينه اللي غادي تبقى غنجمعها وغنديرها على شكل كوميرات وغندخلها للفران، وغادي ندير فيها شوكولا اولا شي حاجه للوليدات في الصباح مثلا ملي يبغيو يمشيو للمدرسه، غنديرها لهم هكا نعمرها بالشوكولا ونعطيها لهم، لانها كما قلت لكم راها حلوه ومالحه في نفس الوقت. صافي شفتوا كيفاش كندير؟ كنحاول انني ناخذ صبيعاتي وكنضغط على ديك العجينه معجنه، بضغطوا مزيان باش تلصق خبيزه مع خبيزه كما كتشوفوا، باش ما تحليناش معجنه وتخرج الحشوه. صافي وكناخذوا واحد الموس وكنحاولوا نثقبوها كامله، لان الا ما ثقبتوهاش غادي تنفخ وغادي تجي ديك ديك الخبيزه غتطلع القشره ديالها الفوقانيه وغتنفخ. اذا كناخذوا موس وكنقطعوها كامله كما كتشوفوا، عفوا كنتقبوها كامله باش تنفس، باش داك الهواء يخرج. صافي كناخذوا القطعه وكنحاولوا نديروها مرسوات بحال راه حنا غنقطعوها باش نحطوها، ولكن نوريكم مزيان لان بحال كنقطعوا العجينه الفوقانيه. هانتوما كما كتشوفوا راني ماشي غير كنرسم، وانما بحال كنقطع، كنحاول ندخل شويه في ديك العجينه الفوقانيه. صافي وكناخذ داك صفار البيض وغندير له قطيره ديال اما قطيره الخل اما قطيره ديال الحليب اللي بغيتو. انا درت له قطيره ديال الحليب وعدهنا هاد الخبيزه كامله كما كتشوفوا. هانتوما راه الطاوه كتبان صغيره ولكن الطاوه راها كبيره ما شاء الله. عرفتوا راه اللي خدا الطرف ما تيقدرش يزيد ثاني لان تبارك الله كبيره بزاف. صافي هانتوما وكندهنها مزيان بداك صفر البيض كامله. وفي هذه الاثناء هذه الفران راه سخون، الا كان الفران الحراري غديروا 180 درجه، غتشعلوا ليها لتحت حتى طيب وغتعاودوا تشعلوا ليها من الفوق. ولا كان الفران ديال الغاز غتشعلوا ليها من تحت طيب شويه وعاد تشعلوا ليها من الفوق باش تحمر، وردوا البال راه داغي كطيب. هنا انا عندي هنا حبوب الشيا. كنحاول انني نزين باش ما بغيتو ممكن تدهنوها، ممكن ما ترشوهاش كاع في مره باي نوع. سمحوا لي عفوا. ممكن دهنوها انتم شفتوا انا رشيت جهه بجنجلان وجهه بحبوب الشيا وراه شويه بحال بغات تحمر ليا. نتوما ما تخليوهاش تحمر لهاد الدرجه، ولكن مع ذلك راها رطبه رطبه رطبه. اما المذاق فرائع، وفي نفس الوقت حنا درنا خضيره باش ياكلوا الوليدات كاملين ديك الخضيره المتنوعه اللي فيه. اذا نتمنى من الله ان هذه الفطيره تعجبكم، وما تبخلوش على اختكم بلايك كتشجيع منكم فضلا وليس امرا. ولا تنسوا اني احبكن في الله حبا كثيرا. خليتكم في امان الله وحفظه.